وذا المصري يا طويل العمر والسلامه ما حسبته، وكل يوم يجيني عاوز فلوس، قلت ما عندي كذا، عندي الفلوس بس كذا مصري عاوز فلوس، والمصري ذا ضعيف وانا قدني ما شاء الله، عاوز فلوس، قلت ما عندي لك فلوس، عاوز فلوس عاوز فلوس. المهم جاء يوم من الايام والمصري يغلط علي، انت كلب انت حيوان انت، قلت يا ولد ادب المصري هذا. المصري ذا صغير، امسك المصري ذا امسكه على الطاوله اخبط به وارجع ثاني مره واخبط به وارجع، المهم اليه خليت المصري ذا زي الملعبه عندي متفرغ له وقت صباح كذا، ثم قدني الفعه كذا، قدني اتفنن في الهده حقتي كذا، ما ادري كيف غويت وادخل يدي هنا في ثمه، ادري كيف دخلت، قلت كذا لو هي يوم دخلت في ثمه الوالدين وهو رص عليها قلبها وانا بخرج يدي، جات الشرطه بلغوا خلق الله، يدي في ثمه قلت لها ساعه والله ما فكك، اقول يا ابن الله اخرج، اقول هذا في رمضان ذا الكلام، نعم اقسم بالله اليمين اخرج ما اخرج، غصبه جاء عسكري قال فكها الا يا ولد الطواحنه كلها هنا معلمه ثم جاي كذا سيده ما هو بكذا مقوس مثل العرب، واخر طول رمضان يا ولد بالملعقه كذا وتسحر بلي عطبها ملعون والدين، والله اني انهم بيسووا لها بتر تجي فيها غرغرين.